مش كل تغيير اتجاه يا جماعة اسمه agility أو رشاقة، في level أعلى يخلّيك أسطورة في الملعب، اسمه الmaneuverability. اللعيب اللي يعرف الmaneuverability يا جماعة بيتفوق على الكل. طب يعني إيه أصلًا الجملة دي؟ يعني إيه maneuverability؟ ببساطة هي القدرة إنك تتحرك بمرونة بشكل سريع، أو إن يحصل مناورة، خصوصًا لمّا تغيّر اتجاهك من غير ما تفقد سرعتك أو توازنك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مش بس تُقف وتلِف، لأ ده أنت تقدر تلِف وتجري في أي اتجاه بسرعة وأنت محافظ على جسمك. الagility زي ما شرحتها قبل كده، إن هي رَد فعلك لموقف مفاجئ أو external stimulation أو محفز خارجي بيحصل لك زي مدافع. لكن الmaneuverability هي إنك تغيّر اتجاهك وأنت بتجري بسرعة في مسار منحني، أو زي ما بنسميها curvilinear running. يعني مش بتُقف وتلِف زي الchange of direction أو تغيير الاتجاه، لأ ده أنت بتحافظ على سرعتك وأنت بتلِف، وده اللي بيخلّيك أسرع وتسبق أي مدافع. الmaneuverability يا جماعة هي جزء أساسي من كل الgame related activities. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هي جزء أساسي من كل الحركات اللي بتحصل جوّه الماتش الحقيقي، الجري، اللَّف، الدفاع، الهجوم، أو أي موقف بتتعامل فيه مع الخصم أو الكورة. لإن أغلب الsprinting أو الجري اللي بيحصل في الماتشات يا جماعة مش بيحصل في خط مستقيم، وده اللي بيفرق بين اللعيب العادي واللعيب اللي بيعدّي بجد بين المدافعين بسهولة وهو لسه محافظ على سرعته. عايز تعرف إزاي تطوّر الmaneuverability بتاعتك وتكون لعيب حريف بجد؟ program elastic athlete هيعلّمك أسرار الجري في الكيرفات والتحكم في جسمك، وهيساعدك كمان إن أنت تبقى سريع. اعمل لي follow، ولو محتاج خطة تساعدك تبقى رياضي سريع ومرن وأسرع في رياضتك، كلمني دلوقتي أو ابعت لي DM اكتب لي فيها call أو مكالمة. يلا بينا.